فاكرين اول يوم جبت في الكتاكيت قلت لكم ايه؟ قلت لكم يا رب ما تكونش فرحه البدايات، وهو ده اللي حصل فعلا. الكتاكيت عندي اخذت برد، لو سامعين صوت الخنفره، مش سامعين صوت الخنفره؟ اخذ برد، غير كده اخدوا اسهال. بس الاسهال الحمد لله يعني عالجته بمكونات طبيعيه والدنيا تمام زي الفل. بس ناقص البرد بقى. البرد هحاول معاه، بس طبعا مش هينفع معاهم علاج طبيعي في البرد. انا حطيت ليمون وحطيت حاجات كتيره ما نفعش. المهم النهارده انا جايبه لكم مكون بامانه حلو جدا وعن تجربه، ان هو هقول لكم على طول عشان ما نطولش، ما بحبش حد يفضل يرغي كتير، فاقول لكم على طول على المكون ده. النشا اهو، النشا يعني بصراحه فادني في الاسهال جامد. انا حطيت الكمون والليمون ما نفعوش معايا، مش عارفه كان لازم يتغلوا ولا ايه، بس ما نفعوش. يعني نفعه بسيط خالص، اللي هو مش قوي يعني. بس اللي جاب من الاخر النشا، جاب لي من الاخر. يعني لو تلاحظوا اول مره صورت فيها كان الاسهال في المؤخره كده كله كان عنده اسهال، بس الحمد لله هتلاقي كله بطل اسهال دلوقتي. النشا بصراحه فظيع. انا بحط معلقه كده اهو على النشا، معلقه كبيره هرميه على كل كيلو نشا. ما تخافيش، ده كمان النشا مفيد جدا، بيزود الوزن. ده لما بتروح عند الدكتور عشان تخسي يقولك قللي نشويات. احنا بقى عايزين نزود في الفراخ، مش عايزينها تعمل رجيم، عايزينها تزيد. كل ما تزيد اكتر كل ما تدينا لحم طبعا. بس ايه بقى عشان يستفادوا من النشا دي، هنحط على النشا شويه ميه كده، مش هيبل العلف ما تخافيش، مش هيبل العلف خالص اهو، بس عشان العلف ما ينزلش تحت في العلافه، فاحنا هنبله بسيط كده عشان ما ينزلش تحت في العلافه. هم جعانين على فكره، فانا هحط لهم اكل دلوقتي. الفراخ دي عمر 15 يوم، يعني ربنا يزيد ويبارك. احجامها هي مش عجباني لان مش زي كل مره بربي فيها، لان جالهم برد وفي سرده كتير كمان اهو. لو بصوا الصغير ده سرده، ده معروفه مش هيزيد عن كيلو اهو. ده شفت الفرق بين ده وده؟ ده سرده، وفي كتير في الدوره دي سرده، بس ما فيش مشكله، هنحاول معاهم ان شاء الله لحد ما يبقوا تمام. هنحطهم في العلافات ونحط لهم ياكلوا. هقول لكم فوائد النشا ايه. النشا بصراحه ربط معايا الاسهال جامد، يعني خلى الفراخ تبطل اسهال. بس انا ايه بقى استمريت عليه 5 ايام، 5 ايام وما تخافيش مش هيحصل حاجه. استمريت عليه 5 ايام ولسه هستمر عليه كمان ايه اسبوع، وهحط منه على طول كمان، لان النشا بيزود الوزن، بيزود الوزن وبيساعد ان الفراخ تزيد اللحم، العلف عندك يتحول للحم. فبصراحه النشا مفيد جدا، وعن تجربه شخصيه، عن تجربه شخصيه منع الاسهال، منعه يعني من 3 يوم الاسهال منع عند الفراخ. طبعا زي ما انتم شايفين انا وسعت للفراخ طبعا عشان ربنا يزيد ويبارك، كبرت فوسعت عليها. استخدمي النشا على ضمانتي. المره الجايه بقى هعمل لك فيديو، بس هستخدم العلاج الاول، هقول لك نفع ولا لا. هنستخدم علاج بشري عشان الخنفره دي، عشان يعني اعالج قبل ما يكبروا، لان هم لو كبروا كده البرد ما بيروحش منهم لو عملت ايه. فهنعالج البرد دوت عشان ما يتطورش لحاجات تانية. فالبيطري ما ينفعش معايا، العلاج البيطري ما ينفعش معايا، ولا الطبيعي، ولا يعني مثلا الليمون كنت بحط ليمون ما منعش البرد. فان شاء الله هستخدم علاج بشري وهقول لكم عمل معايا ايه بكل امانه وبكل صراحه. بس هستخدمه 3 ايام واشوف. هو العلاج لو كتر عن 3 ايام وما جابش نتيجه يبقى ملوش لازمه، ما تستعملوش، بطليه. فانا هستعمل العلاج ده واقول لكم اسمه بعد ما استخدمه. انا لسه ما استخدمتوش خالص، هستخدمه من اول بكره ان شاء الله، هشوفوا هيجيب معايا نتيجه ولا لا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وهشوفكم في فيديو جديد.